ويلكم باك. في حلقة النهاردة هحاول أختم ماينكرافت بالهو بس، لكن في شرطين لازم نمشي عليهم عشان نعرف نفوز بالتحدي ده. أول شرط وإن احنا كل موبس بالهو بس، ممنوع إن احنا نقتل أي موبس من غير الهو، حتى التنين لازم نقتلوه بالهو. تاني شرط إن احنا منموتش ولا مرة، لأن احنا لو متنا مرة يبقى احنا فشلنا في التحدي. فتنساش تعمل لايك واشتراك ويستفير عشان يوصلك كل تحدي انزله، واكتب تعليق او تحدي تحت في الكومنت تحت. ويلا بينا على الفيديو. المهم بعد ما ترسبنت في العالم بالمنظر ده، لقيت قرية جنبي فقلت اروح لها، وبدأت اجمع في الستون واجمع في الخشب عشان ابدأ. المهم عملت الهو عشان هو يبقى رئيس التحدي ده، وبعد كده رحت جمعت القمح، لان بصراحة الفترة الجاية هحتاجه جدا في اكله زي كده. بعد كده رحت عملت ستيك خشب، كنت محتاج شوية ايرون عشان ابدأ اعمل اكس ايرون، اكس ستون قصدي. زي ما انت شفت عملت اكس ستون وصلتها، وعملت كذلك اكس برضو ستون عشان ابدأ اجمع خشب واخد الكرافت هنا. غيرت الايرون جرام عشان ابدأ اخد الايرون اللي معاه، وطلعت 4 بلوكات، يعني كانت في بلوكات هنا زيادة وكان هطلع عليها. خلصت عليه، خدت الايرون وعملت شيلد نحتاج الفترة الجاية. بقى بدأت أجمع في الكتب عشان هعمل آلة تطوير أعرف أطور، وهنا بدأت أجمع في الأيرون عشان أبدأ أظبط أدواتي. أكون كده عدى أول يوم في الرحلة، وهنا بعديها نزلت كاف عشان أبدأ أجمع موارد دايما زي كده. وهنا لقيت لافا، بدأت أحط مية عشان أبدأ أعمل البوابة. المهم هنا بقى بدأت أجمع في الأبسيديان عشان أبدأ أعمل البوابة، لأني مبعرفش أعملها باللافا ومية. وهنا بدأت أجهز أدواتي عشان أبدأ أروح النظر، لأن هناك في النظر الوحوش بتبقى قوية شوية زي البيجلين وإندر معا. عملت البنطلون من الشيرت من الدايموند، وعملت الخوذة والجزمة من ايرون، لأن الدايموند اللي كان معايا مكانش هيكفي يعني. وهنا بدأت أكسر عشان أحصل على الفلنت، وكعبلت الولاعة، وبدأت أحط أدواتي في الشست عشان مضيعش لو مت هناك في النص. وهنا عملت جزمة دي عشان لو جلست البيلين عارف ألبس بجولد. بعد كده لقينا سوا، فقررت إن أحوض المكان ده بالستون عشان لو جيت أنزل مرة تانية. وهنا عملت طريق عشان أعرف أوصل الحتة اللي هناك دي، هذا طريق يعني اختصارا. وهنا قابلت الهندرمان، كنت بحاول يعني أجيبه لكن يعني يكرك. المهم خدت أول هندرمان بدأت أزق فيه لحد ما جه بتاع وحصلت على الإندر بير، وتاني إندرمان وتالت إندرمان ورابع إندرمان وخامس إندرمان وسابع إندرمان لحد ما النهاية. رحت عملت هو تاني لأن هو اللي كان معايا اتكسر، وبدأت أجمع تاني في الإندر بير. تتجمع ويجمع عملت طريق هنا عشان أروح للقرية القلعة. حاولت في السكريت الأسود ده بصراحة لأنه كان كسلان خالص. فهنا توكت في البلاس، تقتل في واحد فيهم، وبدأت أشوف مكان البوابة فين. وفعلا بدأت أمشي ناحية البوابة، وأمشي أخدت لي يومين حوالي بمشي، أو يوم يعني. وأنا بدأت أحفر تحت
رحت البوابة طبعا ولقيت المكان، وأنا عملت السرير وحطيته ونمت عشان ما متش، وحتى لو مت برضه كنت كده خسرت التحدي، بس يعني الاحتياط. بعد كده دخلت البوابة وبدأت أحط البلوكات على طريق نفسي. بعد كده بدأت أكسر في الكريستالات وأكسر أنا ما كسرتهمش كلهم، لكن سبت 2 3 بسبب إن أنا يعني كنتش يعني قادر أخلصهم. المهم بدأت أخلص على الكريستالات دي كلها، بدأت برضه أكسر وأنزل. كسرت الكريستال دي برضه، وأنا كنت عارفين أموت، لكن الحمد لله لحقت نفسي. كفرت لي قلب، وبعد بدأت أحفر لتحت عشان ما أموتش. بدأت أهيل. المهم فكنت وقت في الدراجون، برضه كنت أموت للمرة التانية زي الغبي، لكن برضه أحط نفسي في بلوكات. الحمد لله يعني موت. فاستنيت لحد ما هيلت خالص، وبعد كده بدأت أهله وأقتله، فركز على راسه يعني عشان أبدأ يعني أدمجه أكتر يعني. أدمج فيه، أدمج لحد ما كان فاضل شوية بس يجري مني يعني. وهنا بدأت أقتل فيه لحد بدأت الضربة القاضية ومات. كده أكون فزت بالتحدي المرة اللي مش عارف كام. اوكي. كمية الاكس بي رهيبة. وكده تكون خلصت حياة النهاردة. لو معاكم تحديات أو أي تحدي اعملوا اكتبوا تحت في الكومنتات وأنا هعمله إن شاء الله. وبس كده تكون خلصت الفيديو. متنساش تعمل لايك واشتراك وتستفيد عشان يوصلك كل جديد. ويلا مع السلامة.